بتسمع كتير قوي عن معجزات قيام الليل، فانا لسه والله حاصل معايا معجزه منهم حالا دلوقتي. من الصبح او من امبارح وانا معدتي وجعاني قوي، فعندي اشتباه ان هي تكون مراره، وعندي اشتباه ان هي تكون قولون او حاجه في فم المعده. ايه هو انا مش عارف، بس فعلا من الوجع انا مش قادر. وبما اني عارف ان في قيام الليل الله سبحانه وتعالى بينزل للسماء الدنيا وبيقول هل من داعي فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، فانا قلت اصلي وادعي ربنا، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يستجيب دعائي. ويمكن يقيني بالله ده هو كان من اكبر الاسباب اللي خلت ان يعني الحاجه اللي حصلت دي تحصل لي. المهم انا عملت ايه، وانا مش عارف اللي انا عملته ده صح ولا مش صح، ويعني لو حد عنده تفسير ممكن ان هو يقوله لي. المهم انا بدات اصلي، وانا عارف اننا لما بنيجي نصلي ونقول مثلا الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى بيرد علينا ويقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. فانا قلت بيني وبين نفسي طب ما طالما الله سبحانه وتعالى بيرد عليا، ايه يعني فين المشكله لما انا اقول يا رب اشفيني في وسط السوره؟ يعني في وسط ما انا بقرا سوره الفاتحه كده قلت يا رب اشفيني، حسيت والله ان ربنا رد عليا. احساس غريب كده حصل جوايا، وان الوجع اللي كان في معدتي او الوجع اللي كان في بطني سبحان الله ولا كاني كان في اي حاجه. المهم تمام، بس لسه في سنه وجع كده. كملت، وفي قيام الليل بيقول لك لو انت مش حافظ سور كبيره، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ سور كبيرة في قيام الليل، أو كان بيطول في قيام الليل. فبدأت إن أجيب المصحف وأقف أقرأ منه. المهم فتحت سورة ياسين، ليه؟ معرفش. المهم وأنا بقرأ قلت أنا يعني هختم السورة في أول ركعتين. المهم جيت عندي بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. جه هنا كن فيكون، يعني الله سبحانه وتعالى لو رايد ليك الشفاء بامر منه بسرعه كده هتلاقي نفسك انك شفيت من كل حاجه. تمام، خلصت الركعتين وخلصت صلاه الوتر وانا مفيش اي مشكله عندي ومفيش اي حاجه. دي الطريقه اللي انا جربتها وقلت اطلع اقولها لك، لو بتعاني من اي حاجه او كده جربها وانت عندك يقين بالله سبحانه وتعالى ان هو هيحل المشكله اللي عندك دي. اتمنى اكون فدتك، واخر حاجه ما تنساش انك تصلي على النبي. سلام.